الله يبارك لها على اللي عاملاه معايا، وربنا يرزقني الخير بيها ويرزقها الخير معايا ويرزقني وياها الجنه يا رب العالمين. انا سمعت ان انت بتساعدي ماما في البيت وهنا. طيب هتاكليني ايه بقى النهارده من ايدي؟ ممكن برجر ايوه او حواوشي او سجق او كفته. انا ساعات برضه بساعد ماما. خلي بالك والله انت سكره في حاجه كده والله اقولها بجد، والله فكره المشروع فكره ملك. ايه هتاكل الميه؟ العيله الجميله دي عاملين عربيه في الشارع بيبيعوا عليها كفته وحواوشي وشويه سندوتشات، وانا جاي لهم النهارده عشان اصور معاهم وادعمهم لان هم حقيقي يستاهلوا ده. السلام عليكم. ازيك يا عم عبده؟ ايه الاخبار؟ ايه الحلاوه اللي انتوا عاملينها دي؟ شرفونا ونورتونا والله حبيبي ربنا يخليك. عايزين بقى ناكل حواوشي وكفته وشويه سندوتشات كده. عندنا كفته لا البس بقى المايك. تمام. عندنا ايه بقى يا باشا؟ عندنا كفته وسجق حواوشي وبرجر وطرب، وعندنا اختراع جديد كده عملناه ميكس ما بين الحواوشي والطرب، حواوشي وش طرب. الله، ده بقى ده يا باشا ملعبي. ده لمحبين بقى ده ملعبي. الطرب مع طعم الحواوشي. المدام عندي بتعمل خلطات وبتعمل كل حاجه، بتجيب لي الكفته جاهزه موزونه والحواوشي موزون والسجق وكل حاجه. الحاجات دي كلها في البيت، الحاجات كلها بتيجي يعني حضرتك حابب تيجي تبص معايا على شكل حاجات وهي جايه تقدر تيجي تبص معايا. هو يا جماعه احلى حاجه ان العربيه دي ما شاء الله هو هناك في مطبخ وهنا في شوايه. بص ده الحواوشي مثلا، سات بوكس. الحواوشي اهو بيجي بالمنظر دوت، كل كوره بوله معموله في حاجتها عشان يطلع لك الكفته. برضو اوريك الكفته، بسم الله الرحمن الرحيم. بتيجي هيت وبتكتب عليها تاريخ تفريزها وتاريخ حاجتها. بنبدا نشتغل الكوره، بناخدها نفكها ونحطها على السيخ، بتيجي بالمنظر ده. البرجر اهوت بنعمله ونكبسه، ده برضه مكبوس في البيت. كله بيتي اهو، بيتي والله بيتي. ما شاء الله. ده يا جماعه رحيم ابن استاذ عبده وهو بيشتري اللحمه. الناس دي يا جماعه شغاله بشغل بلدي زي ما انتم شايفين اهو والله. ويعني ربنا اعلم، احنا بنعمل حاجات. انا عندي طفل بيبي والله بدوقه من اكلي كله عشان انا ببقى اللي ارضاه اكله لعيالي. هو بيطلع عيني فيه وحياة النعمة. ايه ده يعني حتى سجق في البيت؟ والله مانوال والله العظيم. بروح احشيه عند الجزار لاني فعلا مش هقدر احشيه لوحدي. اللي هو المكبس بتاعه. بعمل كل حاجه والله في البيت. يعني التتبيله انت الهانك اللي هو بيتحط فيه والله احنا اللي بنشتريه وبننضفه وبنشتغل واحنا في موضوع الاكل ده من زمان ولا؟ هو انا مامتي اساسا بتعرف تعمل اكل كويس جدا الله يرحمها، فانا وارثه الحاجه دي عنها. بس حكايه الكفته وكده دي لما اتجوزت بقى هو بيحب الاكل جدا، بيخليني اخترع. يعني كل شويه عايز اختراع. يعني اول اختراع عملت له سندوتشات زاكس وعملتها كويسه جدا جدا جدا. فرايد تشيكن بقى وصوصات بقى والجبنه عملت كل حاجه كله. وصوص الجبنه انا بعمله طبيعي في البيت برضه. الحمد لله استمتعنا بيه، بس صعب ان احنا نطلعه بنفس الجوده في عربيه في الشارع عشان ابقى صريح معاك. بيبقى غالي جدا، غالي جدا ان احنا بنعمله باللبن كماتيريال كل حاجه. لان كده ما شاء الله انا شايف الحاجات دي ده شغل مطعم مش شغل عربيه في الشارع. الحمد لله رب العالمين. اللحمه بالتتبيله ده شغل مطاعم والله العظيم. الحمد لله رب العالمين. المطاعم كمان. هي رحيم ولا رحيم؟ هما الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض بس فرق بس في التشكيل. كده. طب نخليها رحيم. هو ان هي كانت رحيم. هي اللي شجعتك بقى على الموضوع ده؟ بصراحه هي دعم ليا في كل قرارات حياتي. انا اي قرار ناخده يلا انا معاك في ظهرك. الله يبارك لها على اللي عاملاه معايا، وربنا يرزقني الخير بيها ويرزقها الخير معايا ويرزقني وياها الجنه يا رب العالمين. هو سندي في الدنيا، يعني لولا هو انا مش هعمل اي حاجه خالص. يعني هو الحافز وهو الظهر وهو السند وهو الدعم ليا لكل حاجه. يعني بجد ربنا رزقني الخير كله فيه. استاذ عبده والله تستاهل كل خير. الله يبارك كل برضه والله يعني مش عارفين نشكر حضرتك ازاي. والله ميرسي جدا لذوق حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. والفيديو الجاي انا هاجي اصور معاك فيديو تاني بس هيبقى في مطعم باذن الله يا رب. الله انا واثق لان انا شايف والله العظيم حوض شايف اسعار كويسه وشايف نظافه وشايف ان انتوا بتراعوا ربنا، فاكيد باذن الله ربنا يكرمكم بمكان كويس وهتبقوا من اشهر الناس في مجال. الله يبارك لك ويرزقك خير. الله يبارك لك ويرزقك خير. الله يبارك لك ويرزقك خير. عامل ايه؟ تاكل حواوشي؟ بيحب كفته جدا، بيحب الكفته والله بيحبها. ازيك؟ اسمك ايه؟ ريتان. انا سمعت ان انت بتساعدي ماما في البيت وهنا. طيب هتاكليني ايه بقى النهارده من ايدي؟ ممكن برجر ايوه او حواوشي او سجق او كفته. طب انت ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ البرجر. انا ساعات برضه بساعد ماما. خلي بالك والله انت سكره. في حاجه كده والله اقولها بجد، والله فكره المشروع فكره ملك. لعبه مطبخ فانا جبتها لها. تمام. فقالت لي يا ماما انا عايزه اعملها بقى مشروع اكل ليا. ايه هتاكل الميه؟ ربنا يخليهم يا رب. اللهم احنا عايزين ناكل بقى. يلا بينا. انا لقيت يا جماعه مستر عبوده مقاطع وعنده مشروبات سبيروس باتس وميه حياه. الله ينور يا كبير. حبيبي يا 100 ده مستر عبوده، العيش اللي هو السمسم. معانا موتزاريلا ستيكس، 2 اونيون رينج، تمام، روز بيف، قطعه اللحمه،
محشيه جبنه. محشيه جبنه من جوه، وخس وخس وبصل طماطم ومعاها بطاطس. تعالى كده نشوف الموزاريلا ستيكس. لا يا باشا شغاله شغاله بسم الله. هو برغم الصوصات والحاجات الكتير اللي موجوده انا حاسس بطعم اللحمه. لا اللحمه حلوه قوي. هو فعلا ودي حقيقه ان البرجر دوت مختلف عن اي برجر بيتباع على عربيات في الشارع. كواليتي اللحمه ما دام حلوه قوي انت هتاكل سندوتش حلو قوي. دي طحينه اللي على الوش دي ده. طحينه بيتي، بنحط طحينه ومعاها طماطم. برضه المدام هي اللي عاملاها. والله كل حاجه المدام اللي عاملاها، الله يبارك لها والله يبارك ربنا لها. يخليها لك احنا يا رب. بنشتري طحينه السمسم من العطار، وهي بتروح حاطه بقى توابلها ومظبطاها. ندوق الحواوشي الطار باختراع مستر عبوده. بسم الله. كميه دسامه غير طبيعيه. انا بقول لك فظيع اقسم بالله. فظيع ايه ده؟ انت واقف جنبي ده، انت هتلاقيني جاي لك كل يوم يا بسبب باشا الحواوشي ده. تنورني. اللحمه نظيفه متبله كويس، الله يبارك لك. وحاسس ان فيها نوع بهارات مختلفه عن لما بتتحط على الحواوشي. هي الفكره كلها ايوه احنا مش هتقول سر انا عارف، لا بس لا هو في والله حاجة مش مختلفة. محتاج سر. لا والله لا اقسم بالله، ده اللي عايز يجي من عين الاثنين هتجيله كل اللي هو عايزه. ده لو ربنا عايزني يبارك لك. اصنعها له والله اصنعها له ربنا يبارك لك. بدون والله لوجه الله. ويعني كفايه ان احنا كلنا شباب بنقف جنب بعض. اللعبه في الحواوشي ان انت الاول بتفرمه فرمه الكفته، بعد كده بتطعمه تطعيمه الحواوشي، يبدا بقى يزيد عليهم توابل ثانيه. هي دي بقى اللي عامله معاك هي الايه، في تتبيله حلوه ميكس قوي التوابل اللحمة. في الاثنين في بعض. لا تحفه. ده بقى حواوشي مستر عبود. تمام ده برضه بيبقى طحينه وطماطم من على الوش. تمام. بس ده بيبقى عباره عن ايه بقى؟ ده انا شايفكم يا نهار ابيض. ده في ده سجق. بيبقى نصه سجق وروز بيف، من تحتيهم جبنه موتزاريلا شرايح يا نهار او أبيض. مبشور على حسب المتوفره ساعتها. لا احنا ده عايز يبدا كده يا باشا على طول. السجق خطير. ده بقى في تركايه كده مرتل بتحبها، هي بتحب التوم زياده. في لعبه توم كده معموله بطريقه. هو موضوع توم وموضوع تسويه موضوع كواليتي. عارف انت السجق اللي هو كان بيتجاب زمان كده من الجزارين اللي هو بيبقى غالي ده. بيتي السجق بيتي والله العظيم قريب جدا منه والله. وربنا اعلم هي بتتعب قد ايه في عمايله والله. بص يا باشا، هو ما دام الكواليتي حلو فكل حاجه تلاقيها حلوه. مبدئيا الحواوشي حواوشي نضيف الله يبارك. والله العظيم. الله ومحمصينه كمان. التحميص ده اختياري صراحه، يعني احنا ما بنطلعوش محمص. بس في ناس وهي قاعده تقول لك لا حمصولي، فبحمصولي. هو لازم يتحمص. طرب يا باشا جوسي مع كريسبي كده في الموضوع. نودي يا باشا. حرام ان ما يبقاش في محل باذن الله. والله العظيم طرب ابن ناس. انا مش هقدر اقول حاجه ثانيه. هي اللحمه نفس اللحمه اللي هي بتاعت الكفته. الكفته منفوخ عليها منديل ضاني. المنديل بقى برضه عالمي، عامل تيست عالمي. هو مع العيش محمص. التحميص العيش دي مع الجوس بتاع طربت يعني بتبقى مع ليها صينيه الطماطم والبقدونس. السندوتش ده يا جماعه عالمي. ايه تاني يا عم عبوده؟ عم عبوده احنا هندخل النهارده عم عبوده. دوق السجق. ما السجق احنا دوقناه وعجبنا. طب دوق عشان بس الدايت. ماشي. دوق الكفته لوحدها. انت كنت حياتي ولا؟ والله ابدا والله. هو حب وناس. لا هو انت مشويات. هو الله يبارك لهم في ناس برضو. انا برضو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في ناس ليها فضل كبير عليا في الحته دي. يعني في شاب الله يبارك له علمني، هو شافني انا بحب الحته دي. تعالى يتحط لحمه، يتحط بوش، يتحط قد ايه بصل، قد ايه خضار، توابلك ايه. في ناس يعني ابو انس ده الله يبارك له شاب الله يرزقه الخير، الله يرزقه الخير، الله يرزقه الخير. ناس ليها فضل عليا. انا بجد بتمنى ان يبقى ليك محل يا رب باذن الله. والله العظيم متاكد ان كل اللي هيجي يدوق هيبقى عامل زيه. هيبقى مصدوم ان الكواليتي والشغل دوت موجود في شارع. الله يبارك لك. شغل بيتي والله يا جماعه، شغل بلدي، ناس بتراعي ربنا، لازم الحاجه تطلع جامده كده. انا يا عم عبدو كنت مبسوط ان انا كنت معاك النهارده. والله العظيم انا اتشرفت بيك. انا اكتر والله. وشكرا لوقفتك معايا وان انت انا ما عملتش حاجه تلبي رسالتي وتجيلي. بجد انا فخور والله العظيم انت جيت لي النهارده. ربنا يخليك. ده شرف ليا، شرف ليا. وبس كده يا جماعه، ده كان فيديو من عربيه مستر عبوده. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.